أنا طبعا لاني مؤرخة ولاني خبيرة عسكري، أنا بقول لك أنا مواطنة عادية جمهور ترسو، عشت الفترة دي وبحكي لك عليها. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. أنا طبعا لاني مؤرخة ولاني خبيرة عسكري، أنا بقول لك أنا مواطنة عادية جمهور ترسو، عشت الفترة دي وبحكي لك عليها. هي حكاية غريبة جدا، إن أنا الدكتور زهير جرانة اللي هو جد زهير جرانة وزير السياحة، كان محامي كبير قوي يعني، وكان رأيه إن أنا كويسة بفهم في المحاماة، وكان زوجته كانت عمة جوزي، عمته أخت أبوه عايدة الشباشي الله يرحمهم كلهم يعني. وانا رايحه باريس، طبعا مش ممكن امارس المهنه بتاعتي الا في مكتب دولي يعني، يكون اللي يشتغل فيه جنسيه غير فرنسيه يعني. فرحت انا، كان مديني جواب للدكتور محمود ابو عافيه، غير ابو وافيه بتاع السادات. دكتور محمود ابو عافيه كان محامي دولي كبير جدا، وكان عنده مكتب في فرنسا. فانا رحت المكتب، قالوا لي هو مش هنا مسافر. رحت بعد كده عشان اسال عليه، قالوا لي ما عادش فيه. ازاي بتاع؟ باختصار بقى، طلع ان هو كان في الطياره اللي استشهدت فيها سلوى حجازي واستشهد معاها، يعني الطياره اللي اتضربت في 73 ومات حوالي 200 وشويه مصري يعني. فانا قعدت اعيط وقلت لعلي انا لازم ارجع، لان انا ما اقدرش اقعد استنى عشان انت تجيب لي بطيخه وانت جاي، انا عايزه ارجع اشتغل، ما اقدرش اقعد كده من غير شغل. فقعدنا بقى كلام وحديث وكذا وبتاع. اشتغلت في السفاره العراقيه لمده 6 اشهر، واتخانقت في اخر ال6 اشهر مع الملحق العسكري وسبته ومشيت، ورحت امتحنت في مونte كارلو على اساس استغل معرفتي باللغتين الفرنسي والعربي. كان قاعد الممتحن العربي كان اسمه عبد الله السوري، قال لي مدام انا عندي هنا 125 اختبار، محدش عرف ظلال الفرق بين اللغه العربيه والفرنسيه زيك. طب متشكر. عمل لي امتحان الصوت الله يرحمه عادل هاشم الفنان، كان هو مقدم برامج في مونte كارلو. وبعد ما خلصت، نفس السوري ده قال لي مدام حنجرتك حلو كتير حلوه حنجرتك. قلت له طب احمد ربنا انه مش تلفزيون، ما كنتش عارفه ان هطلع في التلفزيون بعد كده. فالمهم الحمد لله دخلت، ما عنديش اي فكره يعني ايه اعلام، انا اللي بفهمه ان انا بيجي لي برقيه فاقول اللي فيها بس. وفضلت ماشي على النهج ده لدرجه ان اعتقد انه لما اسرائيل تطلب ان انا اترفد، يعني انا كان عندي مصداقيه مش بطاله يعني في الوطن العربي كله يعني. ولما كنت بروح اي حته في الوطن العربي كنت بقى استقبال في منتهى الروعه. اصل احنا بنتكلم يعني زي ساعات مثلا الناس تقول لك ده الاتحاد الاشتراكي هو اللي نزل المصريين في 9 يونيو مثلا. مره حد مهم يعني قال لي كده، قلت له طب ماشي، انا خدت 50 قرش وفقدت طفل ونزلت، ماشي هسلم معاك. طب يوم رحيل عبد الناصر اكبر جنازه في تاريخ البشريه ولا لا؟ اكبر جنازه. طب ليه الا اذا كان هو في القلوب؟ يعني هي دي الفكره يعني في حاجات الواقع بالوثائق هو الرد عليها. بس في ناس غاويه كده انه لا ده الجيش كان بعدها كانت بطولات اسطوريه يعني وكان الاسرائيليين بيلطموا من حرب الاستنزاف. بشوف انه بعد الاحكام اللي حصلت اللي اعتبرناها كلنا انها احكام يعني رخوه كده يعني ضد بتوع الطيران، فنزلنا كلنا
واترفع شعار هو اللي بيرد على كلامك دلوقتي: يا جمال للصبر حدود للي خانونا مع اليهود. يعني احنا كنا عارفين مين اللي بيخون ومين اللي ما بيخونش ومين الكويس ومين الوحش، وما كناش بنسكت على فكرة، ولذلك اتعادت كل حاجة تاني ويعني زي ما تقول يعني استعاد الحق طريقه. يعني أنا مش هقول لك على حاجة، هات لي أنت مرة 10,000 واحد اجتمعوا في حتة يحيوا السادات، فين؟ هات لي أنت. يعني أنا شفته في نقابة المحامين، لأن الله يرحمه الأستاذ أحمد الخواجة طلب إن احنا نروح عشان السادات كان رايح بعد وفاة عبد الناصر. فأنا بقيت أعيط وأقول لأحمد يحيى الله يرحمه، أقول له ده اللي هيحل محل عبد الناصر. يقول لي يا فريدة يا شواشي استري علينا الله يسترك. ما بقتش قادرة، بعيط وأنا خارجة. قلت للسادات، قلت له تمشي على طريق الريس، فاهم؟ لما روحت قلت هيجوا يعتقلوني النهارده، كنت برجف من الخوف. يعني قصدي الواحد ما بيبقاش قادر، لكن السادات حتى هو قال كلام لم يلتزم بيه. قال ده في نقابة المحامين اللي بقوله لك نصا كده، قال أي حد يقول لكم أنا ممكن أعمل اللي عمله عبد الناصر قولوا له أنت كذاب. عبد الناصر ما حدش يقدر يعمل اللي عمله، أنا محتاج لكم كلكم. طبعا اللي محتاج لنا كلنا احنا شفنا بعد كده حصل ايه وازاي. يعني في اسماء توغلت في الثوره، في الثروه يعني ازاي وضع اليد على كل حاجه بقى عندنا مليارديرات. بقى زمان كان المليونير الواحد يغمى عليه لما يسمع ان حد عنده مليون، دلوقتي كنا بنسمع بقى ان دول ملياردير. اول يوم يعني تاني يوم انا قلت لك نزلنا هزمنا الهزيمه، تاني يوم كان في معارك مع اسرائيل جننتها. روحوا شوفوا بس انتوا اقروا. الله مش قال لك ان ما اخذ بالقوه لا يسترد بغير القوه؟ يعني ده كان ايه بقى؟ كان هيروح يرجو؟ لا، كان يقتحم. وهو اللي بنى الجيش بعد الهزيمه، لان اتشالوا بقى كل اللي انت عارف هم مين. لان الناس انا ما بحبش اتكلم على حد مات، بس يعني هم ماتوا لكن موتونا معاهم وضرونا. لكن بعد كده الحمد لله ان الشعب كله كان ورا القائد، وكان مع وزير محمد فوزي، وكان مع عبد المنعم رياض. هم دول ايه؟ هم دول نتاج الفتره والشاذ اللي السادات قال عليه انه اتجنن. يعني في حاجات كتير محتاجه الامانه بس في تناولها. يعني انا اللي انا عشته وقتها ان انا كنت حاسه ان انا بعيش فتره انتقاليه من الاستعمار والاحتلال الاسرائيلي، انه ده كل ده يتشال وكل ده يعني. وكان عندي يقين ان احنا هننتصر. اللي نتج عن 67 كان كلمه قالها الشعب المصري، انه احنا هننتصر، وفعلا انتصر وحقق الانتصار. لانه احنا كنا عارفين ان في مؤامره علينا، واعترفوا بعد كده، كله اعترف ان ايوه كانت 67 مؤامره، بدليل انهم كانوا بيزغرطوا ان خلاص عبد الناصر ماشي، بفكره ان عبد الناصر هو اللي لا، عبد الناصر الناس التفت حواليه لانه عبر عنهم. اذا ده كان تعبير عن مكنون مصري اصيل، اللي هو التحرير واستكمال البناء. وما تنساش ان احنا بعد الهزيمه اللي استكملنا بناء السد العالي، يعني مش اي كلام، يعني مش بقول لك شعارات، يعني ده موضوع. السد العالي ده بيعتبر يعني حاجه من اعظم مشروعات القرن البشريه، واعظم مشروع في القرن العشرين. انا سمعت ده في فيلم تسجيلي فرنسي. يعني قصدي انه احنا ما قعدناش كده حطينا ايدينا وقلنا يا رب ننتصر، لا، احنا اشتغلنا وربنا ساعدنا على الانتصار، لاننا قدمنا تضحيات وقدمنا اصرار وعزيمه على تحرير بلدنا. والحمد لله يعني كل اللي طمعنا فيه حتى لو اتعطلت حاجات، لكن رجعنا تاني دلوقتي الحمد لله كله تمام. تتخيل انت ان احنا في الفتره دي ما حصلش عندنا حاجه ناقصه؟
لا نقصنا سكر ولا نقصنا زيت ولا نقصنا عيش ولا نقصنا خالص، لأننا كنا إيد واحدة. إحنا لما بنبقى إيد واحدة محدش بيقدر علينا، وده اللي قاله السيسي مؤخرا، يعني مش مؤخرا، من ساعة الثورة، يعني قال إنه إحنا قوتنا في وحدتنا، وده أنا مؤمنة بيه بالتجربة مش بالشعار، أنا مؤمنة بيه بالتجربة. والجيش بعد كده استرد كرامته. الجيش لما شوف أنت عبد المنعم رياض ده اللي كان أيقونة المصريين والجنازة المهيبة اللي حصلت دي عنده، إيه ده؟ شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.